تتكثف الاتصالات الدولية بشأن سبل تفعيل المسار السياسي لتسوية الأزمة في ليبيا، فضلا عن تحضيرات جارية حاليا لعقد مؤتمر برلين بشأن ليبيا. رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أكد أنه لا مكان لحفتر في أي تسوية سياسية، وأن حكومة الوفاق لا تعلق آمالا كبيرة على هذا المؤتمر. لا نعلق آمال على مؤتمر برلين، ولا نعلق آمال كبير على المجتمع الدولي، لأن بصراحة كما ذكرت لك يعني حدثت لنا خيبة أمل كبيرة في المجتمع الدولي وفي الضمير العالمي. نراهم الأطفال يقصفون، مستشفيات تقصف، يعني الجرائم التي ارتكبها حفتر أكبر من أن تحصى وأوضح من أن تخفى، وبالتالي لم نعد نثق أن المجتمع الدولي يريد منا شيء إلا شيء واحد، إلا البترول. المجتمع الدولي لا يريد منا إلا ضخ البترول ومكافحة الإرهاب. وفي أنقرة قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين إنه لا معنى لعقد مؤتمر بشأن ليبيا في حال استمرار هجوم حفتر على طرابلس. Biz o toplantılarda da Berlin'deki toplantılarda da hep söyledik. ألمانيا تدعو لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا في برلين في النصف الثاني من الشهر المقبل أو الأيام الأولى من شهر فبراير شباط، ونحن نقيم حاليا المشاركة في المؤتمر من عدمها. وقد قلنا مرارا أنه في حال استمرار حفتر في هجماته على طرابلس فإنه لا معنى لعقد هذا المؤتمر. وتسرع السلطات التركية إجراءاتها للحصول على تفويض من البرلمان لإرسال قوات عسكرية لدعم قوات حكومة الوفاق بوجه هجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة. وقال وزير الدفاع خلوصي أكار إن تركيا جاهزة لإرسال جنودها للخارج حماية لحقوقها وحفظا لأمنها. المشري قال إن حكومة الوفاق لا تدعو تركيا لأن تحارب نيابة عنها، بل تسعى لتحقيق توازن في الميدان. يقول دبلوماسيون إن قوات حفتر لم تتمكن من الوصول إلى قلب طرابلس، لكنها حققت بعض المكاسب الصغيرة على الأرض في الأسابيع الماضية في بعض الضواحي الجنوبية للعاصمة بمساعدة مقاتلين من روسيا والسودان وطائرات مسيرة أرسلتها الإمارات. يأتي ذلك بينما قال تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني إن الطائرات المسيرة الصينية الصنع التي زودت الإمارات قوة حفتر بها حققت له تفوقا جويا محليا، إذ إن بمقدورها حمل متفجرات تزن 8 أمثال ما يمكن للطائرات المسيرة التي منحتها تركيا لحكومة الوفاق حمله، ويمكنها أيضا أن تغطي ليبيا بأكملها.